توماس اديسون اللي نور العالم كله مش بس باللمبه، نورها بافكار عظيمه. المره دي هقول لك دروس مستفاده مهمه ليك ولولادك. ركز معايا، انا محمود الضاوي وانت بتتفرج على سلسله من فاشل الى عظيم. توماس اديسون مش قصة نجاح لمبة بس، هنبتديها من الأول خالص. من وهو كان طفل عملوا له استدعاء ولي أمر، والدته راحت له المدرسة قالوا لها ابنك غبي مش عارف يتعلم وسط الأولاد، استأذنك خديه مش هينفع معانا في المدرسة. خدته ورجعت البيت، قال لها يا ماما أنا ليه رجعت البيت؟ قالت له يا حبيبي أنت عبقري ومش هتنفع تتعلم مع الأطفال دي، فأنا هذاكر لك علشان تكبر تبقى حاجة عظيمة. ومن هنا صدق نفسه وابتدى يذاكر ويجتهد لحد ما كبر. الثقة دي ادت له دافع ان هو يجرب اكتر من 1000 طريقة لحد ما يخترع اللمبة وينور العالم. ودي قصة اصرار كبيرة اكتسبها من والدته. عشان كده بقول لك فيها درسين. اول درس ليك اللي انت لازم تصر وتفضل تحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تحقق حلمك. الدرس الثاني حاول تشجع ابنك، ما تقولوش يا فاشل، ما تقولوش انت كسفتني، ما تقولوش المدرسين بيشتكوا منك. اقعد معاه فهمه علمه. لو استفدت من الحلقة لايك وشير وابعتها لاي حد انت عايز تغير حياته.